عبد الرحمن عاشور. يا عبد الرحمن، انت النهارده توقعك ايه بالنسبه لغطسه البحر؟ يا فندم توقع حضرتك ايه بالنسبه لغطسه البحر؟ ان شاء الله تبقى خالصه جميله وكلنا نستمتعوا. طبعا انت نزلت غطسات حمام سباحه والنهارده نازل اوبن ووتر، صح. بحر مفتوح اهو قدامك. النهارده هتتفرج على احياء بحريه، النهارده هتنزل في ميه مختلفه، ميه طبيعيه يعني مش ميه حمام سباحه. عايزك تعمل غطسه كويسه جدا، وعايز تقول عايز شعورك بس وانت لسه واقف على الساحل بصراحه. والله انا شعور، انا فرحان جدا ان انا جاي اعمل حاجه اللي انا كنت بحبها من زمان. ما شاء الله. خد زاويه. كابتن زيزو، عايز تقول ايه؟ ان شاء الله النهارده تبقى الغطسه ممتعه والجو جميل، وان شاء الله نقضي غطسه كويسه وممتعه. ماشي. عبد الرحمن ياسر، قول لي بصراحه كده شعورك ايه وانت واقف على السقاله؟ بص المنظر كله في الفيديو. النهارده المنظر بصراحه جميل، يعني ان شاء الله تكون غطسه حلوه ان شاء الله، ونطلع منها برضو يعملوا حاجات كان الواحد بيحب اللي هو عايز يعملها. وتنزل النهارده ان شاء الله ينزل الموضوع. انا اعتقد ملهاش علاقه الرخصه اكتر ما ليها ان انت النهارده تقضي غطسه ممتعه، ما تفكروش في حاجه اسمها الا انت النهارده تستمتع بالبيئه البحريه. ممكن؟ تمام. انا عايز تستمتع بس النهارده ان شاء الله هتبقى جميله في البيئه الحلوه. جامد. بسم الله. بصراحه قول لي، هو انت نزلت معانا كتير ويمكن النهارده اول يوم تنزل اوبن ووتر، ايه شعورك بامانه وانت على السقاله كده؟ بص المنظر انا جايبه بالفيديو. قول. متحمس للميه، اول مره انزل اوبن ووتر، هتبقى غطسه جميله. يا رب ان شاء الله. ما تبقاش قلقان بس وخايف. خالد اسامه، انت بامانه نزلت معانا في كذا حمام سباحه صح؟ اعماق مختلفه، نزلت على حمام 6 متر وحمام 5 واخر حمام 3 متر ونص صح؟ قول لي شعورك ايه النهارده في ان البحر؟ شاء الله نجرب احساس جديد وننبسط. يعني انت مش قلقان ولا حاجه؟ يعني اول مره بس. اول مره اهو. انا عايز اوصل لدي مش قلق من البحر طبعا. معاك انستراكتور، معاك مساعد مدرب، ومعاك طبعا ان انت بتنزل من على البيتش، انت نازل من على السقاله في عمق كام؟ هتنزل هتنط هنا في عمق 2 متر ونص، هتتحرك هتجيب ال 4 متر 5 متر وخلاص. مش عايزك تبقى قلقان يا خالد حسام. البحر جميل قدام حضراتكم اهو، ودي مكان نزل منه اتحاد المصري للغوص والانقاذ.